الذي ترك الإسلام والتحق بدينكم. هو يكره أبو علي المصري كل شيء يكره. والله يا أبو علي المصري أتحداك أن تقف أمامي 5 دقائق أمسح بك الأرض. لا خليك مؤدب يا رجل. عيب. يلا الحمد لله. أهلا بحسنات لم نتعب بها. عيب شنو أمسح بك الأرض؟ شنو عيب؟ ترى رجل كبير. كلام بوابين والله عجيبة والله العظيم. عيب. أنت ما أعرف شلون 30 سنة يصعدوك على المنبر، لك ياهو من منبر صعدوك عليه. طيب طردوه. أنا سمعت جاني خبر انطرد من الهيئة، طردوه. والله في اتصال. بس لحظة أبو عبد الملك، في اتصال. أخونا أبو عبد الملك اتصل بهذا اللي كان بقناة ما أعرف شو اسمه، أظن هو فلسطيني أو أردني ما أعرف، اللي كان بقناة نسيت اسمها، القناة اللي تبث من لندن، اللي كانت المهم بعدين نعم لا قناة سنية اتصل بي وهذا أبو عبد الملك وبعثوا لي المقطع. رجل سني. قناة الحوار. نعم قناة الحوار. هي طبعا تابعة أظن للإخوان المسلمين. المهم فاتصل بي هذا هو نفسه أبو عبد الملك، الله وكيلك، رزله رزالة، قال له أنت منو صانعك؟ هذا موجود أبو عبد الملك. خلينا نتكلم. طيب لا لحظة أبو عبد الملك. يا أخ محمود تسمعني؟ أنا لم أتكلم يا شيخ وعد. تفضل. يعني أنا لم أتكلم، بالله عليك أنا تكلمت. لا تفضل. أنا أريد أن أسرد فضائل الإمام الحسين وليس للرافضة، لأن وأنا منهم. الرسول قال اسمع يا رجل، الشرعيين مني وأنا منهم. اسمع، أنا أسرد فضائل الإمام الحسين لحب وعشقي للإمام الحسين، لماذا وليس من أجل الرافضة. تأخذ البقية؟ اسمع. فالإمام الحسين الرسول قال يا ابن خلي الأخ محمود يذكر الفضائل وأنت تذكر الفضائل. فالإمام الحسين هو براء. فضائل يزيد كثير. يا ابن اسكت شوية. نعم يا ابن ما يصير الأخ محمود يذكر فضائل، أنت انتظر. ما هو يذكر. مو مشكلة، سجل عندك، سجل. اسكت يا ابني انت ايه ده؟ اسمعوا فضائل سيدنا الإمام الحسين. أنا أريد أن أسأل فضائل يزيد وفضائل أستاذ عمار، بعد يجي دورك ما تريد، خلي الأخ يتكلم رجاء. نعم تفضل أستاذ محمود. أنا أريد أن أسرد فضائل الإمام الحسين، ليس إلا لحبي وعشقي للإمام الحسين، وليس لمناصرة الرافضة، بل الرافضة هم بل الإمام الحسين براء من الرافضة. طيب. وأنا أنقل إليك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال هم ريحانتين من الدنيا. قال على الإمام الحسين اللهم أحبه وأحب من يحبه. وقال على الإمامين الحسن والحسين اللهم إني أحبهما فأحبهما، ومن أحبهما فقد أحبني.